اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى. يا باشا زي ما طول ما أنت هتقول أنا ابن فلان الفلاني، أنا من عيلة فلان الفلاني، أنا حويطي، أنا عوضي، أنا درزي، أنا زفتي، يا باشا ذكرك اذكروا الله. زي ما بتفكر ترفع راس أبوك ارفع لواء الله، اقف قدامه وحسسه إن أنت جندي جاهز للفداء بروحك عشانه، وعبد صالح تقرف تخشع قدامه، وحاضر مجلسه مجلس نبيه وموقره. فانت ليك استعداد قبل ما تخش. خذوا زينتكم، الزينه الوحيده اللي امر بيها ليك تاخدها عند المسجد وانت رايح تجي لي بقى. البس لي وتحط الريحه العطر، انت يا باشا جاي تقعد معايا شويه. فالرب بعد ما يقعد ويشوف يا باشا هيحكم عليك بقى. مش هو كده؟ مش انت دلوقتي لو واحد جالك يزورك وقعد يقول لك انت اسكن انا عبد عادي، وما بيجي لي حد يقول لي انا حافظ كل كلامك ببقى طاير بيه من الفرح. ها عبد، انا عبد زيه، امرض واسقم واحتاج انا، ومع ذلك انا ببقى فرحان بيه، بقول الواد ده حبيبي. ده الواد اما تروح له بقى تقول له ده انا عملت عشانك وعملت ومنعت نفسي من كذا عشانك، وخفت من مقامك فمنعت نفسي، فاتكسفت تشوفني وانا بعمل كذا فمنعت. فانا وانا واقف اصلي اترعشت. سيدنا علي بن ابي طالب كان يرجف ويرتجف ويتساقط منه العرق ويتصبب. طيب مالك؟ يقول له هصلي. انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ هو بيقول له انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ يا باشا هو فاهم ان هو رايح يقف بجد، فده صدق بجد. فلما يطلع بقى يا باشا حدوته مختلفه، لكن انت بتصلي وخلاص. ما هو ده ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم دول يا باشا بيصلي مش فاهم هو بيصلي مع مين، هو بيصلي لمين. ما هو بيرائي كده يا باشا، ما هو مش فاهم هو بيصلي لمين، هو بيصلي لمين. عشان كده اولها مش دول مش بيأخروا صلاه، ده دول بالعكس، ده مواظب على الصلاه، بس هو ما يعرفش هو بيصلي لمين. عشان كده اول السوره ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين، ماله؟ يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وبيصلي. ليه؟ لان هو بيراعي يا باشا. يا باشا ده بيصلي وفي اول صف وبدلته معروفه وقاعد جنبه الناس، ويلا يا مولانا تقدمنا. هو ده يا باشا، ده المصلي يا باشا، ده المصلي اللي ساهي مش عارف يصلي لمين. فقد سجد لمن سجد له، مش لله. السجده دي مش لله، والزبيبه دي مش بتاعت ربنا. هو انت ما بتصليش لله، انت بتصلي مع الناس دي عشانهم، عشان تترقى، عشان يقول عليك شيخ، عشان يقول عليك محترم. وقد قيل عابد زاهد مش عارف ايه، قيل عليك